عسلامة الناس الكل، مرحبا مرحبا. اليوم مع بعضنا ان شاء الله نحضر فطاير بطريقة سهلة برشا. خذيت لهنا يمكن مغرفة كبيرة من خميرة الخبز باش نزيد عليه شوية سكر، مغرفة صغيرة سكر، ونحط عليهم شوية ماء دافي. نحاول نذوب السكر والخميرة بالباهي، وناخذ لهنا الفرينة. نحاول نحط الفرينة، حطيت اقل من رطل. انا الفرينة اقل، يمكن 350 جرام ولا حتى اقل شوية. وبعد نحط عليهم شوية ملح، اضافه صغيره لهنا سكر فانيي. تنجموا ما تحطوا شويه اضافه مني وكهو. بون حطيت ساشي سكر فانيي ومعها مغرفه ملح صغيره. والماء ذيك يبدا دافي باش نلموا بيه العجينه، ماذا بينا ما يكونش بارد وما يكونش زاد سخون برشا. نحاول نلموا العجينه بيدي، ونحاولوا بالكدا بالكدا ندخلوا فيها الهواء بالطريقه هذه. على قد ما نخدموها لهنا وندخلوا فيها برشا هواء، على قد بعد الفطاير تكون هكا هشيشه ما شاء الله ومنفجه تعمل الكيف. يمكن حكايه 3 دقائق 4 دقائق، هي تعب شويه اليد الحقيقه، خاصه بالطريقه تبدا تهز في العجينه هكا وتهبط للصحفه. دونك تريج ماكسيموم يعني، وبعد نغطيها هكاكا تخمر. الدنيا بارده عندي اليوم، خليتها حتى اكثر من ساعه الحقيقه باش خمرت بالكدا. بعد سويعة ونص هكاكا تقريبا خمرت ما شاء الله. خليتها ازيد وقت خاطر الدنيا عنا باردة برشا، ثلج تقريبا من امس. دونك نحاول نخليها اكثر وقت باش تخمر. تو نخرج الهواء هذاك في العجينة متاعي بالكدا، وحاطة صحين هكا كبير دهنته بشوية زيت باش نحاول نقسم ولا نشكل العجينة متاعي. نحطها كعابر كعابر باش هكا كلها كعبيرة نشكلها كعبة فطاير. نحل الزيت هذاك، حطيت عليه شوية زيت عادي، ونحاول نهز بالطريف هكاكا ونحط على الصحن. انتم كبر الكعبة تتحكموا فيه. ومحضرة بطبيعة المقلة متاعي فيها شوية زيت، دوب نكمل نشكلها نحطهم على الصحن هذاك، نغطيهم بورقة سيلوفان، وديريكت نبدأ نقلي الكعيبة بالكعيبة. باهي العجينة كي نرووها هكا تبدا تتلصق في اليد، راهي هي خمرت ما شاء الله بالكدا. وبطبيعتها يلزمها تكون العجينة محلولة طرية شوي، مش طرية برشا وماهيش زاده كي عجينة الخبز. يلزمها تكون هكاكا بالطريقة هذه. هو نجاحها الحقيقة انه ندخلوا فيها برشا هواء، نعجنوها بالطريقة اللي وريتها لكم المرة الاولى، ونخلوها زادة تخمر في عقلها ساهلة ماهلة. اللي يحبها زادة بطعمها هكا بنينة وكل. انا نسيت الحقيقة تحل تخلطوها بكعيب عظم العجينة هكاك، تخلطوها بكعيب عظم زادة تكون بنينة، ولا كعيبة العظم تحلوها على الكعبة كيف تبدو تقلوها لهنا. انا نسيت بعد ذكرت. المهم ناخذ الكعيبة الاولى اللي شكلتها، الزيت بالطبيعة خليته هكاكا يسخن بالكدا، وحطيت الكعيبة الاولى. تشوفوا لهنا حتى الكعبة مخرجة برشا فقاعات ما شاء الله، على خاطر خمرت بالباهي بالباهي. وهذاك زادة من الهواء اللي دخلناها احنا في العجينة المرة الأولى. ديريكت هكاك راهو تنجموا العجينة نفسها هي بمبلوني زادة تنجح بنفس الطريقة، هي نفسها تشكلوا كيف ما تحبوا. المهم نحاول نقلي الكعيبة الأولى هذه ديجا حطيتها، تبعها بشوية بشوية ونخرجها. حطيت لهنا على كسكيس باش هكاك الزيت يستقطر بالكدا منها، ما تبقاش مشخشخة بالزيت. ونكمل الكعيبة الثانية بنفس الطريقة نحلوها. العجينة ما شاء الله حتى كي مالجري هي كطرية شوي، كي نبدا نحلو في العجينة ما تتحللنش طول يعني تطيح من يدنا والكل لابس عليها ما شاء الله. فوالا هذه الكعيبة الثانية زادة كيف كيف نقليها كيف الاولى، ونخرج بالكعيبة ونحط في الكسكيس يستقطروا بالباهي باش الزيت هذاك ما يبقاش في العجينة متاعنا ولا في الفطاير متاعنا. انا كيف طيبت تذكرت في اللحظه هذه مثلا كيف تبدا تطيب في كعبه الفطاير. اللي يحبها فطاير بالعظم ولا دوبة هكا يقليها الوجه الاول، كيف يقلبها على الوجه الثاني يحط العظيمه. ولا هكا يتفك الفراغ الابيض هذاك ينجم يحل عظيمه زاده تطيب فيها ما شاء الله تجي بنينه تشره. انا تذكرت بعد ما كملتهم. ولا هذه نورمالمون الكعبه الاخرانيه بالكل. جاوني 5 كعبات ما شاء الله. ما بقى لنا كان نحضروهم.
فيها الدنيا الباردة هذه الحقيقة ومنامس ولا من ولامس مش فما ثلج ما شاء الله بارد على الاخر الحقيقة. لازمها كان كعبات فطاير على الصباح هكا مع قهيوة هكا سخونة ورشيش عسل، ندكم بها الناس الكل. صدقوني جربوها تنجح من اول مرة، يعني ما تخافوش عليها العجينة تكون ناجحة. الفايدة تخدموها بالكدا المرة الاولى، ندخلوا فيها برشا هواء مدة تدريج من زمان كيف ما قلت لكم، وتخلوها زاد تخمر في عقلها، وتشكيلها سهل ماهل وتطيبها اسهل زادة من هكا. فوالا هذا هما فطايرنا اليوم، نقول لكم بالشفاء، وفي فيديو اخر كان عشنا ان شاء الله.